مساء الفل عليكم. طبعا الصيف جه ايه والشوي والباربيكيو، كل الناس ايه دلوقتي بتشوي. هقول لكم على احسن طريقه تجهز بيها الفرخه للشوي، تخلي الفرخه معاك حلوه وجوسي وما فيهاش اي زفاره. تمام، ادي اهي الفرخه بتاعتك. شايف انت هنا اول حاجه هتعملها هنخلي العظم من ايه، من الاجنحه. تمام، هتيجي تعمل ازاي؟ شايف، هتمسك الجناح كده اهو، تمام، وتروح جاي عكس المفاصل بتاعته كسره برده ايه، وهنا تقوم عكس المفاصل ايه، كاسر اهو، لحد ما تبين ايه العظمه. بينت العظمه هتقوم جاي ايه ماسكها لففها كده يمين وشمال عشان تخليها تسيب اللحم، وتقوم ايه جاي زيقها. لف يمين وشمال اهي اول عظمه، برضه نفس الكلام هتزق العظمه الثانيه الصغيره اهي، تقوم جاي لففها يمين وشمال وتطلع معاك ايه تاني عظمه. ادي كده العظمتين اهم. نفس كده ايه الجناح بونلس ما فيهوش اي ايه عظم. نفس الكلام هتعمله الناحيه الثانيه. هتمسك هنا اهو سريعا، تاني حاجه بقى هتعملها ايه، دي مهمه قوي ركز. هتجيب الفرخه كده. طبعا هي مشكله الفراخ ان هي بتبقى بص كتله لحم كبيره، ما بتعرفش تقفل عليها الشبكه وما بتاخدش طعم التتبيله. فانت هتيجي تعمل ايه، ادي الجناح اهو اللي احنا عملناه. شايف ده باط الفرخه ايه تحت باط الفرخه اهو، يقول لك تحت باطها. انت عايز توصل للمفصل، تمام، هتروح قاطع كده لحد ما تكشف على المفصل. لو لقيتها بتقاوم معاك يبقى انت ما وصلتش للمفصل. بص بالراحه اهو، اهو المفصل اهو، بص اهو، شايف المفصل انت فصلته خلاص. فصلت المفصل كده، ومن هنا اهو كده اهو، بص اهو فصلته. تقوم جاي واخد من عند المفصل كده تقطيع بالطول اهو. بص الصدر اتفتح معاك ازاي، شايف؟ تقوم جاي كان مدي تقطيع بالطول، وهنا تشريطه، وهنا تشريطه، وهنا تشريطه. بص بقى الصدر كده، شايف انت فردته ازاي؟ بص بقى مفرود، والكتف ايه اهو مفروض برضو. هنا اللحم تخين ازاي، شايف؟ بص الصدر، بص الصدر هنا عامل ازاي تخين، الشبكه ما تقفلش عليه. بص هنا بقى ايه، ياخد بقى التتبيله وايه ويخش معاك في الشبكه وكله تمام. نفس الكلام هتعمله الناحيه الثانيه اهو. ادي اهو الكتفين اهو بالجناحين، واللحم اهو بقى نايم خالص اهو، تمام. فاضل بقى هنعمل ايه، هنقلب الفرخه الناحيه الثانيه. طبعا لو في حاجه كده هتنضفها، اللي هو الايه حته الدهنه التقيله دي، تمام. تمام. دلوقتي بقى اكتر حته بيبقى فيها زفاره هي ايه، الوراك. فانت هتيجي تعمل ايه، هتمسك الورك كده اهو، تمام، وهتروح ماشي كده على العظمه لحد ايه المفصل، تكشف المفصل اهو. كشفت المفصل اهو، تمام. تروح جاي ماسك عكس المفصل وكاسر، هتطلع معاك ايه العظمه اهي، العظمه اهي، تمام. هتروح جاي ماسك كده وبظهر السكينه هي خبطه واحده كده اهي، تطلع معاك. بص بقى المنظر هيبقى عامل ازاي من الناحيه الثانيه اهي. بنسيب طبعا العظمه الاخيره دي عشان ايه، يبقى شكل الدبوس عادي، بس هو من جوه بص ما فيهوش لحم، تمام. نفس الكلام هتعمله الناحيه الثانيه. لو تمسك الدبوس كده تقطع كده، كشف المفصل كده هوب، تمام كده هي جاهزه معاك وممكن تشتغلها كده، تمام. بس ايه بقى، في ناس عايزه تشيل كمان العظمه اللي جوه المدفونه، عايزه الورك كله يبقى مخلي. بسيطه، هو الدبوس كان ماشي كده صح اهو، كان ماشي كده صح. ادي المفصل بتاع المدفونه، هتمسك اهي العظمه اهي انت هتحسها، وبرده هتروح جاي محدد يمينها وشمالها، يمينها اهو، تكشف العظمه كده اهو لحد الاخر، تمام. بعدين هي بقى هنا مربوطه بالعمود الفقري، هتروح جاي برده هوب كسرها كده وتطلع معاك، فتطلع معاك اهي، تمام. اهي طلعت معاك، هتبتدي ايه تنزل كل اللحم كده، تقوم جاي من عند المفصل شايل العظمه بتاعه الكتف اللي هي اسمها ايه المدفونه اللي بتبقى ماشيه كده دي. هنعمل برده الورك التاني اهي. بص بقى ادي اهو الجناحين، تمام، بالكتفين، الصدر، بص اللحم بتاعته
مبططه ازاي. ادي الورك ما فيهوش اي عظم، تمام، مخلي، بس في نفس الوقت محتفظ بشكله، تقدر تحطه ايه في الشبكه. طبعا انا ما بحبش اشيل العظم ده، كده كده العظم ده بيبقى ضعيف وبيستوي بسرعه، وده اللي بيبقى مواجه الفحم على طول، اللي هو العظم بتاع الصدر. ممكن نخليه بس انا بحبه، يعني بقى ايه، في شويه ازازه برده وبيدي طعم حلو. صباح الفل عليكم، واحلى شوي في الساحل.